أسأل الله أن ينصر أخواننا في الشام. قلوا أمين يا أخوان. والله أنهم بأمس الحاجة لدعائنا في هذا المكان. أناس مظلومون، أناس انتهك أعراض نسائهم وقتلت أبنائهم وهدمت بيوت. تخيلوا يا أخوان، عندنا سوري في القيق له 20 سنة يشتغل. تخيل 20 سنة وهو يكد ويتعب، 20 سنة ما ينام ولا يأكل مثل ما نأكل، كله علشان يبني بيت لزوجته وأولاده. ثم لما بنى البيت وجهز ثم سكن زوجته وأولاده وهو يعمل هنا ويرسل حتى اكتمل البناء ليطمئن قلبه، أتى صاروخ وهدم بيته وماتت العائلة كلها. كيف تكون نفسيته؟ 20 سنة وهو يتعب ويكد، ثم تروح في لحظة البيت والزوجة والأبناء ما بقي له شيء. كيف تكون نفسيته وهو معنا يعيش؟ كيف؟ ولذلك ادعوا لهم يا أخي.